بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مازن عادل اي عبقرينو من قناة عبقرينو. في الفيديو ده انا هتكلم معاكم عن أداة من جوجل. الأداة دي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بتاع جوجل اللي هو جيميناي. نروح للانترو ونرجع تاني عشان افهمكم كل حاجة. بعد الانترو زي ما انتم شايفين قدامكم الاداه اسمها مالتي مودال كانفاس، بتعتمد على جيميناي اي بي اي. الاداه دي في منها نسخه تانية ولكن نسخه الستريم. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا قاعد بلعب لعبه، قاعد شغال على بروجكت، قاعد بعمل اي حاجه، وعايز ان انا اخلي جيميناي يتابع معايا لحظه بلحظه ويساعدني ودردش معاه. فبقول له يا عم جيميناي واحد اتنين تلاته، هو يرد عليا يقول لي يا عم مازن واحد اتنين تلاته، وهكذا. فانت دلوقتي لو عايز تستخدم الاداه دي او الاداه الثانيه هتلاقيها موجوده بشكل مجاني. اسيب لك في الديسكربشن اللينك هنا. عشان تفتح الاداه بتاعت مالتي مودال كانفاس اللي انا هشرحها النهارده هتحتاج جيميناي اي بي اي اللي هتاخده من خلال الويب سايت ده اللي هو جوجل اي اي ستوديو. هتدوس على جيت اي بي اي كي وتعمل كرييت للاي بي اي بتاعك وتدخل على المالتي مودال كانفاس وتضيفه. ولو عايز تدخل على بتاعت الستريم هتلاقيها في نفس الويب سايت برضو، اسمها الستريم ريل تايم. تمام. تمام. هنرجع تاني هنا المالتي مودال كانفاس. هتلاقي عندك حاجه اسمها سيستم بروموت، هتلاقي جنبيها زرار الريست، هتلاقي ترس، هتلاقي حاجه اسمها سيفتي، هتلاقي تحت زرار المايك، وهتلاقي 5 ايقونات. هنشرح حاجه حاجه دلوقتي. السيستم بروموت ده البروموت الاساسي بتاع استاذ جيميناي، اللي هو البروموت الديفولت بتاعه اللي انت بتكلمه بيه عادي سواء على الموبايل او على المتصفح او ايا كان. ده الديفولت اللي انت هتكلمه بيه. ممكن انت بقى تعمل بروموت مختلف. لما تيجي تدوس هنا هتلاقي انترا سيستم بروموت، اللي هو مثلا انت يا عم جرافيك ديزاينر عايزه يعمل لك حاجه في صميم شغلك، هيعمل لك. انت جرافيك ديزاينر، فوتوغرافر، انت بتلعب لعبه، انت ايا كان بتبرمج مش عارف ايه، بتكتب له هنا الحاجات اللي هو يمشي عليها. يعني مثلا ايه؟ انا عايز اقول له لو سمحت انا عايز اعمل صور بالذكاء الاصطناعي تكون ماشيه بالترتيب الفلاني. دي اسماء الناس الرسامين، اسماء الفوتوغرافرز مثلا في الوقت الحالي، ديزاينرز على دريبل او على بيهانس او ايا كان، اسماء كاميرات بانواع العدسات وهكذا، بحطها له عشان يمشي على نفس الفكره. وحاجه زي كده انا هتكلم عنها ان شاء الله في فيديو جاي، هتفيدكم جدا باداء خرافيه. فعل الجرس بس عشان ايه؟ توصل لك النوتيفيكيشن يعني بالفيديو الجديد، هيعجبك ان شاء الله. ده زرار الريست. لو انت بتكتب وعايز تعمل ريست هتعمل ريست عادي جدا. هتدوس على الترس هيظهر لك حاجه اسمها موديل تمبريتشر الاي بي اي كي اللي احنا لسه جايبينه. احنا دلوقتي هنتكلم عن الموديل والتمبريتشر. الموديل ده جيميناي 1.5 فلاش او البرو. ايه الفرق؟ الفرق ده المجاني وده المدفوع. الاثنين مفتوحين عادي جدا، مش زي جي بي تي اما تيجي تكلمه بيبقى يعني محدد له داتا معينه، لكن ده لا، الاثنين فيهم داتا كتير، او على ما اعتقد بارامترز زي ما بيقولوا. انا مش فاكر بالظبط المسمى، ولكن النسخه البرو بتكون مليانه داتا اكتر او متخزن فيها داتا اكتر. وكده كده لو استخدم الفلاش مش هتفرق عادي. التمبريتشر دي حاجه زي ما انا كنت بستخدم مثلا في اوبن سورس للتصميمات الصور بالذكاء الاصطناعي. هو بيكون ظاهر لي ان انا السكيل بتاعي من 0.5 مثلا ل 0.8، يقول لي اهو عندك من ده لده هتقدر ان انت تطلع صور بكواليتي كويسه. هتقل الصور هتبوظ، هتعلى انا هبدا اعكل لك زياده، فبلاش يا عم خليك من 0.5 ل 0.8. ده مثال. والاي بي اي كي عادي جدا بتاعك. تحت السيفتي دي اللي هي بتبلوك حاجات ممكن تطلع لك في البروموت وحشه. يعني ايه وحشه؟ يعني مثلا انت بتتكلم في موضوع حساس، ما بتزود الشريط ده هو بيبدا ان يخلي الكلام منقح، ما فيهوش حاجات لو انت تيجي تستخدمها في ويب سايت تاني تكون حاجات مش كويسه. يعني ممكن تكلمه بالمايك، تقول له اي حاجه بالمايك عادي جدا وتدوس انتر لو انت مكسل تكتب. والخمس ايقونات دول، اول ايقونه عندك هي ايقونه الرسم لو انت عايز ترسم في الشاشه. الايقونه الثانيه دي اللي فيها الايموجيز اللي انت تستخدمها. الايقونه الثالثه بتاعت الويب كام. انا لو كان عندي ويب كام
كنت هبقى ظاهر قدامكم على الشاشه وكنا نستخدمها. الا بعد كده لو انت عايز تعمل شير سكرين، انت فاتح ابلكيشن معين، فاتح تابة معينة في كروم او في اي مكان عايز تستخدمها فيشرح لك فيها حاجة او كده. والاخيرة هي الصور، لو انت عندك صور على الجهاز محتاج ان هو يفهمك فيها حاجة، محتاج ان هو يكتب لك وصف معين، محتاج اي حاجة عموما. انا في الوقت الحالي انا هتكلم معاكم في ان هو يشرح لي الصور او الحاجات اللي انا هحطها له ويكتب لي ليها وصف ممكن نستخدمه في الاي اي، في ايمج اف اكس، في ليوناردو، في ايا كان. انا ممكن اركز على النقطه دي اكتر في الفيديو ده. اول حاجه وهي بتاعه الرسم، انت هنا ممكن ترسم له اي حاجه كروكي وهو يبدا ينفذها لك كشرح، يشرحها لك اقصد، يعني تبدا ان انت تستخدمها بعد كده. لو انت بتعمل لوجو مثلا او حاجه، تقول له اللوجو دوت شكله عامل كده، عايزك بقى تقول لي تحسينات مش عارف ايه، معلش انا عايز احول دي لوصف استخدمه في ايمج اف اكس ومش عارف ايه وحاجات زي كده. انا سجلت الحلقه دي اكتر من مره، ولكن الموضوع كان كارثي، كل مره في غلطات بتحصل يعني. بس المره دي ان شاء الله تكون كويسه. فهنيجي نرسم له دلوقتي، ولنفترض هنرسم له قلب كده، ونكتب جوه القلب مثلا ام مثلا او اي حاجه مش مشكله. فعملنا كده، نروح مثلا نختار ده نعمل كده اهو، ونيجي الناحيه دي نعمل كده اهو. هنيجي بس هنا بس نوضح ان ده حرف ام، او نخليه بالابيض، نخليه بالابيض كده اهو عشان بس يبان انه حرف ام يعني. ونلون دول زياده زي كده ماشي. ونروح كاتبين هنا انت شايف ايه قدامك. عادي جدا، كلمته بالمصري هيرد عليا بالمصري، كلمته بالانجليزي هيرد بالانجليزي، بالسعودي من تحت الميه هيرد، هو كده كده هيرد. بيقول لك انا شايف قلب مرسوم باللون احمر وجواه الحروف كي ام جي. مفيش الكلام ده، بس هو عشان الرسم بتاعي يعني، ومرسوم باللون البنفسجي مش عارف ايه. المهم يعني هو بيشرح لك كل حاجه يعني. انا بس هعدل اكتر عشان ما اعرفش هو شايف الجي والكي دي شايفهم ازاي. ممكن اعمل كده واقول له طب ودلوقتي عايز اشوف هيرد يقول لي ايه. هل هي برضه هيكون شايف حرف الكي والجي ولا لا؟ بيقول لي دلوقتي انا شايف نفس الصوره اللي فاتت مفيش اي تغيير، قلب مرسوم مش عارف. ممكن اقول له بس دلوقتي ما فيهاش غير حرف الام، اصحح له الغلطه لان فعلا مفيش جي ولا كده. انا شايف القلب مرسوم بالاحمر وجواه حرف كذا 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 ماشي. آه الحرفين مش موجودين، هو قال لي الحرفين مش موجودين. طب ما ممكن تقول لي ان حرف ام بس موجود، بس هو بيجاوب من عنده يعني. المهم هنقول له ايه، عايزك دلوقتي تعمل وصف للصوره، لا للرسمه دي اقدر استخدمه كبروموت لايمج اف اكس وجود من عندك عادي. لان انا مش عايزه يخليه يطلع كده بس انا مش هستخدم ايمج اف اكس، انا هستخدم ليوناردو. لان ايمج اف اكس حوار، وان انا بقى هقعد افتح في بي ان واعمل قصه يعني، فنستخدم ليوناردو على طول. هنا كتب لي اهو الوصف بتاعه ومش عارف ايه، قلب مرسوم وكذا وكذا وكذا. اقول له ايه، اكتبه بالانجليزي بقى، ناخده منه بالانجليزي ونشوف هيطلع عامل ازاي. تمام. بعد ما يخلص هنا هنروح نجرب الايموجيز ونشوف شكل الايموجيز عامل ازاي. طبعا احنا هندلت كل ده، ناخد منه الوصف. هنا مش مسموح لك انك تدوس كليك يمين وتدوس كوبي وكذا، لا استخدم اختصارات، دوس كنترول سي. هنروح هنا وندوس كنترول في. مش هحط اي اضافات، انا بس هحط النيجاتيف بروموت عشان لو في اي مشاكل يصلحها لي. وبالمناسبه دي تيست لصور كنا بنجربها ماشي. فانت هتروح للفيديو اللي فات هتفهم انا كنت بتكلم عن ايه. ده تيست بعد ما عملت الفيديو يعني. المهم ده دي الصوره.
النتيجه اللي طلعت هي مش مشابهه للي احنا عملناه هنا، تمام، ولكن هي شكلها حلو وانها تطلع برضو من ليوناردو. انا عاجبني ليوناردو جدا. الحاجه الوحيده اللي انا ما حبيتهاش في ليوناردو في الوقت الحالي فكره ان انت تمسح الصور، خلوها بريميوم، دي وحشه جدا. هو ما زال زي ما هو نفس موقع ليوناردو بيقدم كل المزايا الجامده، بس ان تمسح الصور دي ما يعني خلوها بريميوم، ودي مش حلوه. فاكس مش عايزين ليوناردو دلوقتي، هنرجع له بعدين. هنروح بقى للي بعد كده وهي الايموجيز. عندك الايموجيز اهي، انت ممكن تحط اي ايموجيز مالهاش علاقه ببعض وتقول له كريت لي منهم صوره. يعني مثلا تعال نختار صوره البتاعه دي، الرقاصه دي، ماشي، ونجيب صوره النضاره، وتعالى نلبسها نضاره ونحط دي مكان ايديها. نصغرها بس شويه لو بتصغر، لا ده اقصى حاجه، ماشي، نظبطها نخليها كده ونبدل. ممكن تعال نبدل وشها. نبدل وشها الاول، تعالى نبدل وشها الاول ونخليه كده، تمام. وبعد كده نحط عليه النضاره. هنعمل اكتر من حاجه يعني، ونجيب دي ونخليها. تعالى الاول نشيل دول على جنب، نشيلهم على جنب خالص، ماشي، وهدي كده. وتعالى نخلي دي الناحية دي، وبعد كده نحط عليها الصورة دي، ونروح جايبين الوش هنا، ونجيب النضارة ونحط الإيد دي مكان الإيد دي، تمام. ونحط حاجة أخيرة وهي بتاعت الديسكو ديت، نحطها مثلا في الناحية دي كده، ونعمل كده، نحط بتاعت الديسكو تكون في الناحية دي كده، ونقول له انت شايف ايه قدامك دلوقتي. ادي الوصف طلع، بيقول لك شكرا على التوضيح. دلوقتي انا شايف قدامي صوره كرتونيه لامراه ترقص على خلفيه غروب الشمس. تفاصيل الصوره بيشرح لك الست دي لابسه ايه، الحذاء، شعرها، النضاره، التاج، وهكذا. الخلفيه بيقول لك الخلفيه فيها ايه. النمط الصوره باسلوب رسم متحرك بسيط بالوان زاهيه مش عارف ايه. الاستنتاج الصوره توحي بجو من المرح والاحتفال مع امرأة تستمتع بوقتها وترقص بحرية. هل تريد أن أكتب لك وصفا باللغة الإنجليزية مناسبا ليكون البروموت لإيمج اف اكس بناء على هذه الصورة؟ هو خلاص فهم اسلوبي دلوقتي في الشات. اقول له ايه؟ ايوه اكتب، بس نستنى لحد ما يكتب ونروح. ما اعرفش هو ليه ما قالش. لا هو خلاص لقيتها في الخلفيه. انا كنت اقول ليه ما قالش كره الديسكو، لقيته كاتبها لان انا عديت النقط اللي هو قالها بسرعه. جاب ايرور، مش مشكله، نقول له ايه؟ ايوه اكتب. لان المشكله دي لو حصلت عادي جدا عشان في اوفرلود على الموديل. كل اللي هتعمله بس انت تقول له اكتب تاني، عيد له نفس الجمله يعني اللي انت كتبتها، هتلاقيه بيكمل معاك عادي جدا ولا كأن في حاجه حصلت. لا قشطه تمام يا عم، انا اسف بس ايه، كان في عندي شويه موظفين وشويه اللي هو بيقول لك ايه، انا اسف معلش كان في شويه عملاء تاني بس بخلص معاهم وجاي لك. هو خلص معاهم وجالك اهو، بس راح كتب لك ايه البروموت. كل اللي هتعمله ان انت هتاخد البروموت. طبعا هو كاتب لك اكتر من حاجه، ماشي، فانا هاخد البروموت الاساسي واروح بيه برضو على ليوناردو وادوس على جنريت. بالمناسبه في كورس ليوناردو هتلاقيه موجود عندي في القناه، ممكن تدخل تشوفه، هو قبل الابديت بتاع ليوناردو، بس هو هيشرح لك اغلب الحاجات اللي موجوده في الموقع. وبصراحه هو جامد جدا، انا تعبت فيه، فادخل كده شجعني اظبط الدنيا اهو. بالظبط نفس الحوار. ما اعرفش ليه كرة الديسكو خلاها بالطريقه دي، ولكن قشطه. لابسه فستان، ما اعرفش بتعمل شكلها غريب كده ليه، الصوابع كلها بايظه، مش مشكله. لابسه نظاره، مش لابسه تاج هنا، ممكن محتاجه شويه تعديل من خلال البروموت، تمام. الاضاءه والحاجات دي، الالوان ممكن تكون شبه الالوان هنا شويه. هنا بيقول لك لو انت عايز بروموت اكتر، يعني معمول عليه فوكس اكتر، تمام، فناخد البروموت ده. هو بيديك اكتر من اقتراح يعني، فاخدنا اكتر من اقتراح منه، بنطلع بيهم نتائج ونشوف. وبالمناسبه هتروح تعملها على ايمج اف اكس هتبقى احسن بكتير من انها تعملها على اي ويب سايت تاني. ايمج اف اكس خرافي في الوقت الحالي. خلاص خلصنا، مش عايزين الحاجات دي، تمام. فاكس دلت دلت دلت.
هنروح على اللي بعديها وهي الشير سكرين، لان انا زي ما قلت ما عنديش ويب كام، مش هقدر ان انا اشغل الكاميرا يعني. فهنروح للشير سكرين على طول ونشوف هيساعدنا ولا لا. ده شكل الشير سكرين، انا فاتح اف ال استوديو بسجل صوتي منه. فانتوا شايفين دلوقتي شكل الاف ال استوديو عادي جدا موجود قدامكم، الديفولت يعني. بس كل اللي انا عامله ان انا حاطط حاجه في الانسيرت مسميها ريك، فايل انا مسيفه اسمه ريك، حاطط فيه شويه بلجنز بس ان دي لما على طول بشغلها واسجل على طول الفيديو بتاع يوتيوب. الاضافه بس انا حاطط دي اي اس اس عشان حرف السين عندي فيه ممكن يوجع ودنك، فانت دلوقتي محمي من ان حرف السين اللي عندي. ولكن هنرجع تاني لليوناردو ونشوف شكل الصوره دي. اشبه شويه بالتانية، يعني اشبه شويه، مش 100% يعني. يعني دي مثلا اديها مثلا بتاع 6 من 10 لان فيها شويه تعديلات كتيره محتاجه انها تتعمل عشان يطلع لي الحاجه بشكل 100% احترافي. نرجع تاني هنا، ده الاف ال ستوديو عادي جدا بالحاجات بتاعته. انا هنا بقى اساله سؤال، هقول له ممكن تعرفني ايه البرنامج ده؟ ونشوف بقى هلاقيه بيشرح بيقول لك ان ده اف ال ستوديو، ويقول لك على شكل القوائم والحاجات اللي انا فاتحها، الميكسر والمكان اللي انا بحط فيه الباترنز والبلاي ليست والحاجات اللي زي كده. هو بيقول لك ان ده اف ال ستوديو، ده دي اي دبليو مشهور جدا، ماشي على شكل الفاكهه. هنا التصميم العام بتاعه فيه بلاي ليست وميكسر وتشانل باك، تشانل راك يعني، دي اللي فيها الباترنز وهكذا. تمام. وفي العناصر الموجوده عندك هتكون 1 2 3 وهكذا، بيشرح كل الكلام ده كله. بناء على كل هذه الادله انا متاكد بنسبه كبيره ان البرنامج هو الظاهر في الصوره هو اف ال ستوديو 100%. انت صح. ممكن دلوقتي انا اقول له طيب ايه هي البلجنز اللي شغاله دلوقتي فيه؟ فهنشوف هيقول لي على البلجنز دي ولا لا. انا مشغل دلوقتي 5 بلجنز، الخمسه دول واحد منهم بيشيل الضوضاء، واحد منهم بيعزز الصوت، واحد منهم بيشوف ترددات الصوت اللي هو الاي كيو بيحسن من الصوت يعني، تمام، لو في حته حاجه في اللو في الميد في الهاي. واحد منهم زي ما قلنا اللي هو بتاع الدي اي اس اس. المهم فعلا قال لي في الخلاط او اللي هو الميكسر في انسيرت واحد، هي فعلا دي انسيرت واحد، تمام، في البلجنز دي. الفويس دي نويز من الفويس دي نويز من ايزوتوب، الساوند جولايزر من اف ال ستوديو، الاي كيو من اف ال ستوديو، الدي اي اس اس من اف ال ستوديو، وشرح كل واحد بيعمل ايه. وهنا ملاحظات: من المحتمل ان تكون هناك بلجنز اخرى مستخدمه في المشروع لكنها غير ظاهره في الصوره. بس هو حاليا ما فيش اي بلجنز مستخدمه، والا كانت هتبان موجوده في الانسانس الثانيه. هو بس في الماستر في بلجن واحده موجوده ولكن مش مستخدمه. في الانسيرت واحد في فعلا الباترنز دي. بيقول لك ترتيب البلجنز في انسيرت واحد مهم حيث يؤثر على كيفيه معالجه الصوت. بالظبط. يعني ايه؟ يعني انا حاطط الدي نويز الاول، بعد كده الساوند جودايزر، بعد كده الاي كيو، بعد كده الدي اي اس اس. لو غيرت حاجه فيهم الصوت يعني اللي هيطلع لك هيكون مختلف. يعني لو حطيت الساوند جودايزر الاول بعد كده الدي نويز بعد كده الساوند جودايزر تاني هتلاقي الصوت اختلف. حطيت الاي كيو الاول او الدي اي اس اس الاول وهكذا. عموما دي حته تقنيه لها علاقه بالمزيكا وكده. لو عايزين تعرفوا اكتر هسيب لكم لينك حد في الديسكربشن، ممكن هو يبقى يفيدكم في الحاجات دي اكتر. اعملوا له سبسكرايب برضو، حد حبيبي جدا يعني. بس فهو شرح فعلا الحاجه اللي احنا عايزينها من اف الاستوديو. ممكن اقول له القائمه اللي في الجنب، قول لي القائمه اللي في الجنب دي ايه الحاجات الديفولت والحاجات اللي مش الديفولت. فهو هيقول لي ان انت في حاجه عندك اسمها خوفو كي 391 ما اعرفش الاف اكس ايه مش عارف ايه. هيقعد يقول لي الحاجات اللي مالهاش علاقه بالبرنامج والحاجات اللي ليها علاقه بالبرنامج. هنعمل ستوب شيرنج، مش عايزين الشيرنج خلاص كده. هنروح للصور، عايزين نختار صور من عندنا على الجهاز او نختار صوره ونقول له الصوره دي بتحكي ايه او بتعمل ايه او هكذا، وعايزين نعمل صوره زيها. ولنفترض ان احنا هنختار الصوره دي صوره معموله بالاي اي عادي جدا، ونقول له ايه رايك في الصوره دي وهل عندك اي تعديلات؟ صوره لبنت معموله كرتون، نشوف هل هيطلع لها تعديلات ولا لا. لو عرف ان هي معموله بالاي اي هيبقى تمام، ما عرفش يبقى 100% هو شاف الصوره دي مرسومه، ودي حاجه حلوه بصراحه. فبيقول لك شكرا لعرض الصوره الاصليه والاجزاء المقصوصه. بعد ما شفتهم اقدر اقول لك الصوره جميله جدا واسلوب الرسم مميز. هو ما يعرفش ان هي اي اي خالص يعني. تصميم الشخصيه لطيف جدا والملامح بسيطه وواضحه مما يجعلها مناسب لقصص الاطفال. تنفع فعلا.
الالوان دافئه ومتناسقه، واستخدام درجات اللون البني والاحمر يضيف على الصوره طبعا كلاسيكيا. انا المختار كده فعلا. التفاصيل دقيقه مثل نقوش الثوب والظل تحت غطاء الراس، مما يضيف عمقا للصوره. نايس، الصوره الاصليه كانت كده فعلا. اسلوب الرسم فريد من نوعه، يجمع بين البساطه والتفاصيل الدقيقه مما يخلق توازنا جميلا. مظبوط. القصه، الصوره توحي بوضوح بقصه ذات الرداء الاحمر حتى بدون وجود اي نص. هو في الغالب انا ما اعرفش يعني، بس في الغالب صاحبه الصوره الاصليه كانت كانت لابسه اللبس ده عشان كده، ما اعرفش. التعديلات المقترحه، الصوره رائعه كما هي، لكن عندي بعض الاقتراحات البسيطه اللي ممكن تحسنها حسب ذوقك. تباين اعلى، لو انا عايز ازود التباين بين الشخصيه والخلفيه عشان ابرز الشخصيه اللي هي ذات الرداء الاحمر يعني بشكل اوضح. اضيف اضاءه اكثر دراماتيكيه. ممكن افكر في اضاءه مصدر ضوء اقوى، تمام، من جهه معينه. انا كنت من غير ما اقرا كنت اقول لك من زاويه معينه مثلا عشان اعمل ظل ونور اكتر وضوح وكده. ممكن احط تفاصيل في الخلفيه، تفاصيل بسيطه مثلا اغصان الاشجار، اوراق متساقطه، عشان اللي هو فعلا اللي هو ايه، افصل ده عن ده، وبان بقى ان ذات الرداء الاحمر يعني. اغير بسيط، اغير حاجات بسيطه في الوش يعني. شكل الفم ليصبح نصف ابتسامه او حتى فم مفتوح قليلا لاضافه مشاعر اكثر غموضا او ترقبا للشخصيه. بشكل عام الصوره رائعه، والتعديلات المقترحه هي مجرد افكار بسيطه تعتمد على الذوق الشخصي. اسلوبك في الرسم مميز، واعتقد انك فنان موهوب. الله اشكر الاداه الذكاء الاصطناعي اللي عملت الصوره دي. المهم، هنقول له برضو تاني اكتب بقى زي ما قلت لك قبل كده وصف للصورة. هل هيتذكر اللي انا قلته له فوق ان هو يكتب لي وصف بالانجليزي، ولا هيكون نسي؟ دي حاجة كده انا عايز اختبرها في البتاع ده. برضه هنعمل اختبار تاني، ان انا هحط له صورتين ما لهمش علاقة ببعض، واقول له انا عايزك تديني دمج للصورتين دول ان انا اعملهم في صورة واحدة. هو عادي جدا طلع فاكر. فخد يا عم اهو البروموت، هناخده كوبي ونروح لليوناردو، ونروح عاملين جنريت، نسيبه يعمل جنريت، ونرجع تاني هنا ونمسح الصوره دي ونجيب صورتين ما لهمش علاقه ببعض، ونقول له احنا عايزين الصورتين دول نربطهم ببعض بشكل ما. فانا هدور على صورتين عندي على الجهاز، يعني مثلا نفترض ان انا عندي الصوره دي مثلا، ونروح نجيب صورة تانية مختلفة خالص ملهاش علاقة للشخص ده أو الشخصين دول. هقول له إيه؟ هنقول له إيه وجه الشبه بين الصورتين. تعالى شوفوا هيقول لي إيه بالظبط، ونروح نبص هنا. طلع لي ذات الرداء الأحمر بشكل كرتوني، برضو في نويز حلو. المناخير بنفس الفكره، الابتسامه، العيون. يعني انا عايز اقول ان هي قريبه بنسبه كبيره للتانيه، وممكن قريبه للشخصيه الحقيقيه بجد. يعني الشخصيه الحقيقيه تشبه الكرتون يعني. نرجع تاني هنا. هنا هو راح شرح لي الشبه، عايز اقول له ايه بالعربي مثلا. لو انت ما بتفهمش بالانجليزي قول له بالعربي يكتب لك بالعربي، وبعد كده خليه يربط لي الاثنين في صوره واحده، نحطها برضو في ليوناردو ونشوف هتطلع شكلها عامل ازاي. فهو دلوقتي بيترجم كل الكلام ده. ومن الحاجات اللي انا شفتها يعني ان هو هيتكلم عن النويز الموجود او الجرين اللي موجود هنا. هنا بيقول لك اهو الوحده والعزله فعلا، لان دي قاعده لوحديها وده قاعد لوحده. الاضاءه والظل، الالوان، العصر الرقمي، ملمس محبب اللي هو الجرين يعني. فعلا دي الحاجات المتشابهه بين الصورتين. اقول له ايه؟ طيب عايزك زي قبل كده تديني وصف. انا ما قلتلوش المره دي ان انا عايز وصف يجمع صورتين ببعض، بس انا عايز اشوف هيديني وصف عامل ازاي والصورتين بعيد عن بعض في فاصل. مش عارف بقى هل هيطلع لي كل صوره لوحديها ولا هيجمع لي الاتنين مع بعض. ده اللي احنا هنشوفه على ليوناردو. ادي طلع لي الوصف. ناخد الوصف ده كوبي ونروح. لما بص على الوصف لقيته ان هو مقسمهم لي جزئين، ما جمعش الاتنين مع بعض، ولكن على ما اعتقد هو هيقربهم لبعض في الشكل. برضو بحيي ليوناردو انه ما زال على سرعته في تصميم الصور. هو اسرع حد دلوقتي في المواقع المدفوعه اللي بتقدم الخدمه دي.
زي مثلا ايدوجرام او ايدوجرام ايا كان بيسموه ايه، ده اسرع حاجه. ايدوجرام بيشيل الواحد عشان يعمل صوره، وكمان خليه لك 10 صور في الاسبوع. ده بيديك 150 توكن يوميا. هنا مطلع لك الصوره مقسمه لك على كذا جزء، ما لهاش علاقه تماما بالبتاع التاني. ممكن البروموت محتاج تعديل، اقول له مثلا لا، البروموت اللي تحت ده كان مختلف عن البروموت اللي احنا عايزينه، فهنجرب البروموت ده ونشوف. هقول له برضو عايزك تدمج الاتنين ببعض في وصف واحد، مش مفصولين عن بعض. اشوف هيعمل ايه. هنا هو قسمها برضو ملهاش علاقة. دي بقى الحاجة اللي انا متوقعتهاش منه يعني، بس هو هيقدر ان هو يظبط انه يطلع لك اصلا وصف في صورتين يقدر يجمعهم ببعض لو انت قلت له كده وفهمته كده. بس فده كان فيديو النهارده. انا كنت معاكم مازن عادل اي كي عبقري من قناه عبقري، وان شاء الله النتيجه اللي هي بتتعمل دلوقتي دي هتشوفها على الشاشه. وما تنساش انك تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو وفعل زر الجرس عشان الفيديو الجاي مهم جدا وهيفيدك جدا ككونتنت كريتور او كحد بيشتغل عموما في اكتر من مجال. يعني هخليك ان انت تعمل حاجه رايقه. مع السلامه.